لو عايز محتواك يكون ليه تأثير حقيقي لازم تتعلم سيكولوجية الإقناع. الفيديو ده هو نقطة البداية للكتابة الاحترافية. هنشرح 3 من أقوى نظريات الإقناع اللي بيستخدمها أكبر المسوقين وكتاب المحتوى في العالم. في الفيديو اللي فات عرفنا أنواع المحتوى وأهميته، وكمان عرفنا الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت رايت. دلوقتي جه وقت الجد. خلي بالك إنك لازم تشوف الفيديو اللي فات علشان هنبني عليه كل اللي جاي إن شاء الله. كل فيديو هيكون مبني على اللي قبله. الثلاث نظريات دول هما BEB والBES والAIDA، ودول اختصار كلمات معينة هنتعرف عليها في وقتهم. مش بس شرح نظري، كمان هنطبق عملي، وكل نظرية على مثال عملي عشان تعرف ازاي تحول اي فكرة لمحتوى اقناعي لا يقاوم. بس قبل ما نشرح النظريات الثلاثة هنقول على 3 قواعد اساسية لكتابة اي محتوى لازم تكون في دماغك وانت بتكتب اي محتوى مهما كان. اول حاجة الوضوح. لو كلامك مش واضح وسهل الفهم محدش هيكمل المحتوى بتاعك سواء كان مقال او فيديو. تاني قاعدة التركيز على الجمهور. ما تتكلمش عن نفسك او عن منتجك، اتكلم عن الجمهور ومشاكله، ولكن في بعض حالات خاصة ممكن نستخدم تجارب شخصية ولكن ليها قواعد وقوانين محددة. رقم 3 المنفعة. القارئ مش مهتم بالمميزات، هو مهتم بالمنفعة اللي هتعود عليها. ركز ايه اللي هيحصل لما يستخدم المنتج بتاعك، او ايه اللي هيحصل لما يشوف المقال بتاعك ويقراه للآخر، او لما يشوف الفيديو ويفضل مكمل فيه للآخر. ايه المنفعة اللي هتعود على العميل او على الجمهور بتاعك او المشاهد بتاعك. ودلوقتي احنا جاهزين نتكلم عن نظريات الإقناع الثلاث. يلا بينا. النظرية الأولى هي AIDA، ودول خلي بالك اختصار لكلمات هنتعرف عليها دلوقتي. والنظرية دي هي أقدم وأشهر نظرية في الإقناع، وهي اختصار ل4 كلمات زي ما قلت. A الاتنشن اللي هو الانتباه، I interest الاهتمام، D الديستجر اللي هي الرغبة، الايه الاكشن الاجراء. وهي ببساطة بتوصف الرحلة اللي بيمر بيها العميل من اول ما يشوف المحتوى بتاعك لحد ما ياخد القرار. تعالوا نشرح النظرية. حرف الايه واللي بيمثل الانتباه، هنا بيقولك انك ازاي تخطف عين القارئ او المشاهد في اول 3 ثواني، وده هيتم من خلال عناوين جذابة او سؤال صادم او رقم مثير. وكل ده هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا بس في فيديو قادم إن شاء الله مخصوص لموضوع العناوين والحاجات دي كلها. رقم 2 حرف الآي اللي هو الاهتمام interest. بعد ما خطفت انتباه الجمهور ازاي تخليه يكمل؟ ممكن تركز على مشكلة بيعاني منها، او ممكن تديله معلومة جديدة ومفيدة، وهنتكلم برضو بالتفصيل فيما بعد. الدي الدستجر او الرغبة، لازم تحول اهتمام العميل او الجمهور لرغبة حقيقية انه يمتلك المنتج بتاعك او يعرف معلومات جديدة تكون هتساعده في حل مشاكل. وفي الخطوة دي هتركز على المنافع بتاعة المنتج او بتاعة المحتوى بتاعك، وهتركز ممكن تستخدم قصص النجاح، وكمان ممكن تعرض نماذج لعملاء استخدموا نفس المنتج او استخدموا الشرح بتاعك فبالتالي حصلوا على نتائج افضل من اللي كانوا بيتوقعوها او من المستوى اللي كانوا فيه. حرف الايه اللي هو الاخير اللي هو الاكشن call to action الإجراء. إزاي تطلب منه يعمل حاجة معينة؟ إجراء محدد، ممكن تكون دعوة واضحة زي اشتري الآن، أو اشترك في الكورس دلوقتي، أو تابع القناة أو الصفحة. وطبعا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير بمناسبة دعوة للإجراء. ممكن تقول له الحق خصم 50% لأول 10 عملاء. خلي بالكم كل الكلام اللي بقوله بسرعة ده ليه أمثلة عملية وحاجات عملية، ولكن مهم جدا تدرس النظرية زي ما أنا بقولها لك دلوقتي عشان لما نيجي نستخدمها كشرح عملي وندي عليها أمثلة نكون عارفها، لأن الدروس اللي جاية مبنية على الدروس دي
وهنطبق فيها الكلام ده بشكل عملي تماما. تعال بقى ناخد مثال عملي على النظرية الأولى. المثال بتاعنا هيكون لتطبيق لتنظيم المهام. بتضيع 3 ساعات من يومك في التفكير في اللي المفروض تعمله. مشكلة التنظيم مش فيك، هي في الأدوات المعقدة. تطبيقنا بيحول فوضى مهامك لخطة عمل بسيطة في 5 دقايق فقط. تخيل يومك بدون ضغط، كل مهمة بتخلص في وقتها وبتلاقي وقت لنفسك. ده مش حلم، دي النتيجة اللي هتوصل لها لما تستخدم التطبيق. وهنا هذكر اسم التطبيق. حمل التطبيق مجانا الآن وابدأ أول يوم منظم في حياتك. ودلوقتي خلينا نروح للنظرية التانية واللي بنلعب بيها على الوتر الحساس لمنطقة الألم عند الجمهور. نظرية BAS هي نظرية قوية جدا خاصة في الكوبي رايتنج اللي هو مجال البيع، وهي بتلعب على وتر الألم. البي اللي هي البروبلم، الاي اللي هي التحريض، والاس اللي هي السولف اللي هو الحل. انت هنا بتفتح جرح الجمهور عشان تقدم له الحل بالمنتج بتاعك او بالمحتوى بتاعك. تعالوا نشوف الشرح العملي للنظرية دي. المشكلة، تحديد المشكلة اللي بيعاني منها الجمهور بوضوح. وحرف البي هو التحريض، تضخيم المشكلة، وصف الآثار السلبية لو استمرت، وهنا بتخلي القارئ أو الجمهور عموما يشعر بالخطر أو بالضيق. الاس اللي هو الحل، بتقدم خدمتك أو منتجك كحل وحيد ومنقذ ليه من هذه المشكلة. مثال عمل، هقدم كورس لتعليم البرمجة، فأنا عايز أستخدم النظرية تانية في إقناع الجمهور. لسه بتشتغل في وظيفة مش بتحبها ومرتبها مش مكفيك، الوقت بيجري وسوق العمل بيتغير بسرعة. لو ما بدأتش تتعلم مهارة المستقبل دلوقتي هتلاقي نفسك متأخر عن زمايلك وهتفضل محلك سر. كورس البرمجة المكثف بيضمن لك وظيفة بعد 6 شهور فقط من التخرج. ابدأ رحلتك الآن وغير مستقبلك بإيدك. النظرية الثالثة اللي هي PAP. P هي before، والA after، والB التانية اللي هي bridge. before يعني قبل، وafter بعد، وbridge اللي هو الجسر. النظرية دي بتستخدم القصة أو نظرية تحول. انت هنا بتوصف الواقع المؤلم وبتوصف المستقبل المشرق، وبتخلي خدمتك هي الجسر اللي هيوصل الجمهور من الواقع المؤلم للمستقبل المشرق. تعالوا نشرح النظرية وبعدين ناخد مثال عشان النظرية تكون ثابتة في دماغك. البي اللي هي قبل، بتوصف الواقع الحالي للجمهور، الواقع المؤلم او غير المرغوب فيه. والايه اللي هي بعد، انت بتوصف المستقبل المثالي بعد استخدام خدمتك اللي هو الواقع المشرق. البي اللي هي الجسر، بتوصف منتجك او خدمتك على انه الجسر اللي هينقل الجمهور من الواقع المؤلم للمستقبل المشرق. تعالوا نشوف مثال عملي. المثال بتاعنا هيكون عن أداة لإدارة السوشيال ميديا. قبل كده كنت بتضيع ساعات طويلة كل يوم في النشر على منصات مختلفة وبتنسى مواعيد البوستات المهمة. دلوقتي بتقدر تخطط وتنشر كل محتواك في ساعة واحدة بس في الشهر، وبتشوف تقارير مفصلة عن أداة كل بوست. أداة كذا هي الجسر اللي هيحولك من فوضى النشر لتنظيم احترافي. جربها الآن مجانا. طبعا النظرية يمكن تكون غامضة شوية، لو حاسس ان في حاجة غامضة في النظريات الثلاثة تقدر تكتب لي في الكومنتات علشان نوضح اكتر. دلوقتي جه ميعاد تاسك الحلقة. اختار اي منتج او خدمة بتستخدمها حاليا واكتب عنها نص اقناعي باستخدام واحدة من النظريات الثلاثة وشاركها في الكومنتات عشان نشوف هل فعلا طبقت النظرية صح ولا غلط. وما تنساش تحتفظ بيها عندك عشان لسه هنطور المحتوى باستمرار خطوة بخطوة. ودلوقتي انت معاك 3 أسلحة قوية جدا في إقناع الجمهور. حاول تتدرب كويس على استخدام ال3، وكمان حاول لما تشوف إعلان في أي مكان تحلله وتعرف إيه النظرية اللي اتبعها الكاتب في الإعلان. وخلي بالك ده تمرين مهم جدا للعقل وبيخليك تحلل محتوى احترافي بشكل تلقائي. في الفيديو الجاي هنستخدم النظريات دي عشان نبني هيكل أي محتوى احترافي. هنتعلم إزاي نكتب عنوان يخطف الجمهور ومقدمة قوية، ده غير جسم الموضوع نفسه والخاتمة اللي بتجبر المشاهد على اتخاذ إجراء. جهز نفسك لهندسة المحتوى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكش الفيديو اللي جاي. وكمان تقول لي رأيك في التعليقات وإيه الحاجات اللي مش فاهمها وحابب إني أوضحها.